لو انا استوعبت كده وبعدين اتفشخت دي اللي هو بيديوله يخرب بيت البرشام. اهلا بيكم من عالكنبة بقى. طب يا جماعة انتوا مش هتسمعوا صوت حصري بنفس وضوح صوتي الفيديو ده عشان كان فيه مشكلة في الأوديو، بس اتحلت خلاص وكله هيبقى تمام من الفيديو الجاي. بس جلت مننا الفيديو ده، فاستحملوا معانا. قشطة، كملوا يلا. النهارده يا جماعه هنتكلم عن مسلسل مش محتاجين نتكلم عليه، بس كله عارف يعني مسلسل بالطو. بالنسبه لكل الناس مفاجاه. نزل موبايلك يا أنا آسف. مهزأ اعمل فايدة. عيب والله. مش قلنا التليفونات تتقفل في التصوير. مسلسل بالطو مفاجئ جدا، اه وهو يبقى اول دخله لينا في الحاجات العربي، بس هو كان لازم يبقى الصراحه لان هو ليه كلام حلو قوي الصراحه، كان حاجه مختلفه جدا. طيب انا مبدئيا مسلسل بالطو حسيت ان هو حاجه ظريفه يعني. وهو المسلسل بينزل كذا حد قال لي شوف البالطو، بالطو حلو، شوف البالطو، وانت طبعا قلت لي شوف البالطو، البالطو حلو. بتاع الواد بتاع ماطو. فانا كنت متوقع منه حاجه حلوه وهو فوق توقعاتي يعني. كنت متخيل انه حاجه لذيذه ظريفه، مثلا زي موضوع عائلي مثلا، حاجه ظريفه كده في اللذيذ بتضحك فعلا، بس اللي هو تقعد كده تشغلها وانت زهقان وبتاع. لا، المسلسل معمول حلو، معمول كويس، متعوب فيه، ما فيهوش او بسيط جدا. الحلاوه في بساطته. المسلسلات الكوميدي الفتره اللي فاتت اغلبها مش متعوب فيها باستثناءات قليله، بتبقى حاجات كده اللي هو بتكمل كاش جرابز، مش عارف ايه، حاجات مسلسلات عشان ننزل بمسلسل في رمضان، مش عارف ايه، حتى افلام العيد والجو ده، بس مش هنخش في الجو ده دلوقتي عشان كتير. بس ده فاجئني، ده لا، متعوب فيه، معمول فيه قصة كويسة، معمول فيه إخراج كويس، الوجوه أغلب الوجوه وجوه جديدة. مبهر فيه إن هو حتى المخرج أول مرة اللي هو عمر المهندس بالنسبة عمل شغل جامد أوي، أنا انبهرت الصراحة يعني. كأول ما حاجة أشوفها له وبتاع وعاملها بالبساطة والحلاوة دي، كانت مفاجأة بالظبط. والكاتب أحمد عاطف بيجيب لك ناس جديدة خالص، فانت لما بتعرفهم بتقول ده الممثل بتاع كذا، ده اللي مش عارف ايه، وبتعرفهم ثرو كذا، فبتبدأ تشوف وجوه جديدة وبتلاقيهم بينتشروا بعد كده وبيطلعوا في حاجات وبينجحوا وبيكبروا. فده اللي احنا محتاجينه في مجال الفن هنا في مصر، ان انت محتاج تشوف الجداد دول تبدأ بحاجات جديدة خالص، مش عارف ايه، عشان تبدأ تشغل الدنيا وتطلع حاجات محترمة. بالظبط، لانه فعلا من بره المسلسلات نادرا ما تلاقي مسلسل لنجم مشهور، يعني دايما النجم ده يتشهر بسبب المسلسل مثلا. بالظبط. او المسلسل يبقى جامد قوي فخلاص انت عارفه عشان ده. فالمفروض يبداوا يمشوا في الاسلوب ده في مصر شويه فعلا، لان هو بس طبعا يبقى الكتابه كويسه، مخرج كويس، يدوا فرصه للشباب يعملوا شغل جامد زي اللي احنا شفناه في بالطو ده. بالظبط. فده كان كلام مبدئي كده عن بالطو، من بساطة العمل ومقربك قوي ان هو شاب في الاول في الاخر. والحلاوه برضه ان هو قريب، تحسه قريب منك قوي، تحسه سواء بالذات عارف الشخصيات ايوه، عارفهم كده، موجودين في حياتك، بتشوفهم بتاع فده بيقرب قوي المسلسل نفسه، بيحببك فيه، بيعلقك بيه. فدي من الحاجات اللي كانت ممتعني قوي في المسلسل اللي هو قصه جميله ممتعه، انت قاعد حاسس ان انت بتتفرج على حاجه مش عارف اوصفها، فاهم يعني، تتفرج على اكن واحد صاحبك بيحكي لك حكايه. هو كمان ده الحلو فيه، اللي هو في تركيب شخصيه عاطف نفسه، تحسه كده اللي هو حته اللامبالاه شويه اللي عنده، الساركازم، الزياده في المواقف في الطبيعي دي مواقف صعبه، مواقف فيها مشاكل مش عارف ايه، تخليه يبدا يبقى متنشن وحاجات كده، بس هو بياخد الموضوع بلامبالاه سيكا وساركازم كده وبتاع، اللي هو الجو ريليتابل شويه اللي هو حد قريب مننا وكده. بس طبعا لما بيحصل بقى مشكله كبيره بتبدا تشوف ان هو لا يعني هو لما بيسترس قوي بيبقى مش عارف يعمل ايه، بيبقى محتاس. لما المشهد اللي هو جري وهرب من المستشفى، ضعيفه شويه، وفي نفس الوقت اللي هو في الاول في الاخر هو دكتور
بيتخرج من الجامعة على طول وبيروح يمسك يبقى مدير وحدة في قرية من الأرياف. فالموضوع بقى نفسه بكل الرحلة بالمواقف اللي فيه بالضحك وكده. فالقصة بسيطة والطريقة نفسها ان هو شاب طبعا، فانت عارف الحياة دي ولسه متخرج، وطبعا المكان اللي هو راحه اللي هو بقى ترشوخ الليف ده اه بالشخصيات اللي موجودة فيه، اللي هي تحس ان مفيش واحد مسك كل شخصية في المسلسل ده بالظبط. بجد تحسه لايق عليه قوي الشخصية اللي هو بيعملها دي. ودي طبعا حاجة تحترم من عمر المهندس بالكاستنج الممتاز يعني. حتى الكاركترز اللي بيظهروا حلقة او حلقتين، مم، او النجوم يعني الاي ليسترز اللي بيطلعوا زي محمد لطفي لما عامل الضابط، بالظبط عامل الضابط حلو قوي. قوي اه. خالد الصاوي الدكتور كان كان جامد جامد جدا جدا. برضه. لا لا، يعني حتى دول بقى يعني بقالهم كتير، بقالك كتير ما شفتلهمش ادوار جامده كده، اللي اه هو حاجه بسيطه وجامده فاهم. اصلا المشهد اللي كان في البتاع ده كان جامد قوي، بيقول انا شاب بتفرج على لسه بتفرج كرتون على ومش كرتون عارف ايه، والبنطلون لما كان بيقع منه يقول له انا نفس اعمل ايه. البنطلون يا ابني. بجد وقعتني بالضحك. لا لا هو جامد. بيقول لك اه طب وبعدين ايه، تحب تستنى نوديك الجونه تبقى تدور المهرجان؟ مش كان واخد الموضوع كده، بيقول له مهرجان الجولة اتأجل هتأجل يا فبيزعق فندم يقول له يا ابني اتلغى ببساطه. طيب. ببساطه ايوه البساطه في الكوميديا اللي هو كوميديا الفعل او كوميديا الموقف زي ما بيقولوا. مم. مش اللي هو بقى بيقعد انا ارمي افيه هنا وافيه هنا ومش عارف ايه. مم. فالكوميديا دي هي اللي بتكسب دلوقتي، اللي هو تبقى حاجات بسيطة قوي وباينة قوي انها تلقائية وطبيعية. بالظبط. دي اللي بتكسب مع كل الاحترام والجمدان اللي في عصام عمر في الشخصية اللي هو عاملها. بس انا من الشخصيات اللي بحبها قوي بعد عصام عمر فهو استاذ محمد محمود طبعا. عبد البديع، عبد البديع الاستاذ عبد ايوه. البديع. انا بحب الراجل ده فشخ. اه انا هو الراجل ده ممثل جامد قوي بحبه في اي حاجة هو بيعملها. انا يعني من من وانا ايام صغير. ميمس. ايوه لا من يا انا من قبل كده كنت بتفرج عليه زمان وانا صغير في مسرحيه اسمها حكيم عيون. كنت ما بتاعت علاء شفتهاش. ولي الدين واحمد حلمي وكريم عبد العزيز ناس كتير كده. وهو كان ليها دور فيه. انا الراجل ده من المسرحيه دي وانا متعلق بيه فشخ. الراجل ده مم. بجد ما بيفشلش ان هو يضحكني اي دور هو بيعمله. الراجل اللي هو بتاع مسرحيات وبتاع فهو عارف يعني ايه كوميدي، عارف وتلقائي يوصل لك بيعرف تلقائي طبيعي يرتجل جدا. صح بيه. فلا يعني هو بجد الكوميديا اللي هو بيعملها بكوميديا الموقف بتاعته دي بتحسسني ان هو فعلا الشخصية دي موجودة، هو فعلا الشخصية دي بتاعته مم. هو بيبقى بيوصلها بطريقة بتنسى ان تلقائية. هو ممثل، بتفتكر ان بالظبط هو هو الشخص ده تلقائي فعلا. جدا وبسيط كده من غير بقى انفعالات ولا اوفرات ولا هقول نكت مم. ولا اي الكلام ده. انا راجل بسيط هاجي اقول كلمة فاهم تعمل موقف هرمي عليها افيه تتفشخ ضحك. بالظبط. دي من الحاجات اللي انا بحبها فيه الصراحه. من اول لقطه اول ما وصل المركز قال له ايه الدكتور الجديد انا اسف مش عارف ايه لا وبتاع. حرفيا هو يعني مساندته دور عاطف طول المسلسل كانت زي ما تقول ستاند كده، والتور جايد بتاع القريه كمان. مم. يعني كان عامل اضافه جامده قوي. انا بجد من الحاجات اللي انا يعني حبيتها قوي في المسلسل. يعني برضو غيره هو ككاركتر جامد قوي، وبرضو تاني حد مفضل ليا في مم. المسلسل. بقية الكاركترز بقى، سواء محمود حافظ في دور اللي هو الدكتور السنان محمود اللي حافظ اصلا بقاله فتره على طول دايما كوميديا بالنسبه له اللي هو بيقعد يعلي بيقعد صوته يزعق ويعلي. والجو بتاعه بس ده اللي هو انا ما كان طالع بحبوش. بس هو كان طالع هنا بيزعق بسبب او لا لا مش تحسه. الزعيق ده هو بيعمل كده بيجعر بطريقه زي يحسس ان ايوه المفروض فاهم يضحك. قصدك ايوه. بس هنا لا لا هنا هنا بسيط. هو اه شخصيه سخيفه طالع طالع مسخف راجل على الراجل سمج وسخيف ومع ذلك في لقطات اللي بتضحك يعني هو حتة دكتور العربية السنان. اللانوس اللبني دي. دي عربية مثلا. وهو بيكشف على العيانين يا مم. حاج انت طاير ريحة بقك ازاي دي اصلا لا هو فعلا هو بيوصف كذا دكاترة سنان يعني. فلا هو يعني جامد مم. الصراحة بقاله كتير ما عملش دور كويس يعني. وبرده مريم الجدي دي برضو كانت عاملة دور حلو قوي تحسها لايق عليها البنت تحسها مم. فعلا صيدلانية في القرية دي وهي خايفة بقى على اللابتوب لما بيتسرق وكل ده هنجيله. المشهد ده فاجر. طبعا عارفة عبد الرسول في دور مس كوثر. مس كوثر. لما ايوه انا عجبني قوي بقى ان هم ريليتوا ليها اللي بتاعت شركة الموردين المحدودة. ايوه لو انت صح. قاعد اصلا بترفرنس وحط لك الريفرنس ايوه كانت جامدة وحطها أوي. لك يعني بجد ده اللي بيوصلك بالكونكشن باللي بيتفرج اللي هو احنا عارفين دماغك واحنا عارفين انت ايه الدنيا بتحبها وبتضحك مع ان دورها المفروض جد وما بتهزرش وبتاع بس كانت عامله الدور فعلا كانت عاملة مطلوب. دور حلو، وكانت لما بتطلع دايما بتحس ان هي ايه بتشفط البهجة من اللي
المكان كده. هو بتاعت مشاركة الموردين. وبتطلع كوميديا منها برضو حلوة، يعني هي من الحاجات اللي بتعملها الكوميديا بتطلع لوحدها، مش محتاجة بقى ان هي تضحكك او تعمل حاجة او كده. وعامله الدور فده كان ماسكه التمريض مم. بجد اللي ما بتهزرش، اللي هي بتبص بقى على الموردين اللي حاطين مم. مانيكير ولا مكياج بالظبط. عارف تظبطي وبتاع. الحته يا اسطى اللي كانوا بيعرفوا فيها على الناس اللي شغالين في المونتاج ده اللي هو المونتاج ده بيجيب لك جامد قوي. الناس دي كانت وهم حلوة واقفين فشخ. كده ويجيب لك كل عندك مش عارف كام موظف، كام دكتور، مش عارف كام ممرضه، واستاذ عبد البديع هو يعمل كده. والراجل بتاع النظافة بتاع النظافه اللي هو اصلا دوره صغير قوي بس بيضحك برضه، اللي هو قال لك لا ناصح يلا انت بتنظف الحته النظيفه مش عارف ايه. والله لا يعني حتى الدور القليل قوي ليه تاتش بيضحك. هو عموما كل شويه بحس ان احنا محتاجين نرجع لاختيارات الكاستنج. الدور الصغيره كلها حلوه، الراجل اللي هو اللي في بتاع الجزايات ده والمحاسب ده ده جامد برضه، الممثل ده جامد عموما. برضه دوره صغير وحلو. كل ادوار الناس اللي في القريه عموما، يعني مثلا رمضان ده كان جامد قوي. رمضان ده جامد قوي. انت بتسرق قال لك انا ما بثبتش غيرك، انت كويس قوي. الناس اللي لسه بتشق طريقها لما بيثبتوا عليه يسلم عليه ويديهم مثلا حبيبي انا حالتي قحط يا رمضان، لا مش هتصعب عليا. لا كل اللي بيمسك له ورا بصرف عليك. لا جامد قوي الصراحه. يعني الممثل بتاع رمضان برضه انا مش عارف اسمه الصراحه بس ولا انا للاسف. وبرضه اسمه ايه ده؟ ما انا كنت عايز اسيبه للاخر. كده كريزه كده فوق التورته، يعني الراجل ده كده انا بحبه. الراجل ده ممثل عظيم. كوميدي بقى، بتديله كوميدي يديك كوميدي حلو، يديله دراما حلو، اكشن بالظبط، ظابط فاهم، بيديك كل حاجه. الراجل ده جامد قوي بغض النظر ان هو دمه خفيف في السوشيال. هو عموما كشخص دمه خفيف. ماركوس راشفورد بس هو بجد يعني هو حتى لما بيعمل دور فيلن حلو قوي. يعني انت ما كنتش يعني مش عارف توصل له، انت شرير بس المفروض اضحك، بس المفروض ايه، كان دور غامض قوي وطالع بهيبه كده في الاول. هو داخل بالعصايه كده وراح عامل بوم. لا كانت جامده قوي وعاملين له هيبه كده، كانت وبعدين اصلا اي تعامل ما بينه وما بين عاطف وبعدين يقول له امشي. هو بيقول لك بالتون كده ما بيهزرش، اللي هو مش انت مش عارف ايه، جاب سيرته وبتاع، بيتكلم بالروح. انا اصلا اول ما دخل وعمل الحوار انا نفسي اتفاجئت. وانا برضه ده في ايه مش عاوز ولا ايه فاهم. فاللي هو انا كنت عايز افهم برضه زيه كده. ايوه الفكره الرياكشن بتاعه جامد قوي بتاع عصام، اللي هو بيقول له ايه ده ازاي. الرياكشن بتاعه جامد قوي، كان حلو فشخ، تلقائي فشخ. انت ازاي يعني مش مصدق اصل هو في الاخر انت فاهم، يعني في الطبيعي الحاجات دي اللي هو بتاع الدجالين والحاجات اللي لما بتطلع بيبقى دجال وبتعرف ان هو نصاب، بس اللي هو حطها لك بطريقه جامده قوي، اللي هو عمل كده اللي هو طب ايه ده ساحر ولا ايه. هو ماشي وبعدين بيقول له ده انا جوز اختي ما كانش بيعرف يتكلم وبعدين خلاه حصان وانت عرفت منين بقى انه حصان. كان جامد قوي والله. هو ماشي بيعلق كده كأنه واحد عادي زينا. لا كان جامد قوي، تلقائي بطريقه مميتة. انا بقعد وبقول لك اتفرج على المسلسل ده ما بزهقش، عايز ازيد فيه. اللقطه بما اننا يعني ذكرنا الحته دي، لما بيديله مخدر ولا بيخدره وبيروح بالنضاره. لا قبل ما تلاقيه طلع وبيكلم حد الحوار اللقطه دي اتفشخت. حبيبي انا خايف اتقل عليك. لا يا باشا ما تقولش كده. تعالى تشرب حاجه، يقول له بص انا مش متاكد من بكره ايه النظام بس مش عارف. لا كان تقيل والله، كانت حلوه فشخ. المشكله ان انت لما بيبدا كلام انت عارف ان هو بيتكلم حاجه يعني هيبقى فيه افيه، بس انت مش عارف ايه الافيه. لما بيطلع ان هو بيتكلم حوار، الموضوع بيختلف تماما. لا هو اصلا لما راح الوحده وبعدين كانوا عايزين الراجل عشان المتعور وكده، وقال لهم ثانيه هطلع واجي. اصلا حلوه ان هو فضل هو داخل الوحده عمال يعمل كده، فعشان كده جاب النضاره. بعدين هو نازل لابس النضاره بتاع البلطو محطوط غلط. لا بقول لك ايه جامد قوي. انت اصلا هو خطفه جوه ويقول لك ايه ده انت ايه اللي رابطك هنا وبتاع ومالك مربوط كده ومش عارف ايه، ويقول له انا تقريبا مخطوف ومش عارف ايه، والراجل بقى بيتكلم بجد وما بيهزرش. له ما تجيبش سيرتي بالحلو
الشخصيه كانت فاهم اللي هو انا ما بهزرش في شر كده بيطلع اللي هو انت بتبقى متنشن وانت قاعد اللي هو بتتفرج عليه. وبعدين بعد كل ده هتمشي ازاي من غير ما نكرمك وبتاع، واللي هو انت عارف ان هو خبيث ووراه حاجه وبتاع، ويروح مشربه الشاي ويقول له عشان يتعلم وبتاع. فلا يعني انا كنت عايز اعرف الشخصيه دي بقى هتوصل لايه بالظبط. يعني. هنجيلها في اخر حلقه لما نوصل لها. شخصيه الحرام استنى يعني هو- بجد ده حط تاتش ابن لذينه يعني. انا ما كنتش عارفه اللي هو محمود كنافه ده. انا ما كنتش اعرفه هو برضه. كان بيعمل فيديوهات عن الجيش وكده في فيسبوك، وبيقعد يقلد العساكر وكده. فالمشهد بتاعه ايه يا ابني ده؟ المكالمه اصلا بالتليفون كانوا مبرشمين مع بعض هما يفهموا وبتاع. ولما بتقول له انت جايب لي حرامي يجيب لي حرامي، لما انا اجيب لك مهندس ديكور جامد فشخ برضه. فهو بيكلمه ايوه ايوه انا اللي سرقت، انا الحرامي، عايزين الباسورد لما جه يا لهوي قال لك انتراكشنز كلها جامده قوي. يقول له هديك الباسورد. انا الحته دي ما ضحكتش فيها خالص في حياتي، زي يعني بقالي كتير قوي اللي هو تلقائيا ما توقعتهاش اصلا. قال لك اللابتوب ده يعمل له 4000 هتلاقيه يتبقى لك 1000. انا لو انا استوعبت كده وبعدين اتفشخت ضحك اللي هو بيديله يخرب بيت البرشام فاهم يا نهار. قال لك لا يتبقى لك 1000 والله انا كده تمام ولا تمام اثبت يا انت. لا فظيع اصلا اللقطه المشهوره اللي هي اتشهر بيها بتاعت تليفونات علبة سجاير سجاير كليوباترا، حط كل حاجه على الترابيزه. لا بقول لك ايه بجد يعني، تاني نرجع كل شويه يرجعك للمخرج اللي هو عمر المهندس. بجد كاستنج جامد فشخ، وان هو راح يجي يعمل الدور ده بالذات في اللقطه دي، واللقطه دي اتعلم في كل لحد دلوقتي معلمه. يعني اتمنى ان هو بجد ما يبقاش بقى ياخدش طريق بقى ان هو يتحسر في الدور ده ويتعمل حاجات ايوه يعني يطلع منه حاجه كويسه. فاتمنى ان هو يعني يمشي الطريق الصح يعني. في برضه اللي نسيته صاحبه اللي هو في القاهره. ايوه انا بجد نسي اسمه، بس حاجه مغازي ولا كان ايوه هو اسمه خالد مغازي. خالد مغازي صح. هو جامد قوي الصراحه. هو عامل الدور فاهم اللي هو شاب صاحبه قال لك انت مصحيني من النوم عشان تقول لي حمار ومش حمار ايه في يلا. الحته دي كانت جامده قوي. لا بجد والله بجد مسلسل طبيعي بطريقه الواحد ما شافهاش بقاله كتير يعني. نخش على التلبيسه اللي لبسوها له في الاخر. بقول لك ايه جامده قوي، كانت جامده جدا. كانت معموله حلو يعني مش قلم واحد هوبا في التاني التالت بجد الواد اتشلط داسوا عليه وكان صعبان. هو اصلا طول البتاع صعبان عليك مش عارف يتعامل. هو لسه مش عندوش خبره ولا بتاع، وشخصيته مش اقوى حاجه من بقى الدكتور السنان من الناس اللي بيشتغلوا هناك، مش عارف يتاقلم ولا يمسك اي موقف. فانت بقى متخيل كل المصايب دي نزلت عليه مره واحده. الموضوع كان اللي هو انا قاعد مهور له قوي، قلت يا رب في اخر حلقه شخصيته تقوى ويعمل حاجه فاهم نفسي. طبعا يعني احنا عارفين ان دي المفروض مذكرات بتاعت احمد عاطف. معرفش طبعا ايه الحقيقي من كل دول، بس الفكره لوحدها كافيه ان هو خد حاجه زي كده. فانت متوقع ان في حاجات كتير هو خدها شبيهه، فكانت برضو عامل مهم في المسلسل يعني. واصلا النهايه عموما اللي هي حته لما مسكوا الدكتور وفشخوه اللي هو دكتور السنان، وعرفوا بقى خلاص عرفوا كل حاجه ووقفوا الدنيا. بالظبط. فكان انا خفت له كانت جامده قوي الحته دي كلها. وطبعا الريفيل بتاع بقى اللي هو الشيخ مرزوق ده كان حلو قوي. اصل هو جابوا لك ان هو اتفه مما تتخيل بقى، قاعد وبيشرب سيجاره ومبسوط وبيلعب في الموبايل ايوه الكاركتر بقى اللي انا يعني انت تصدر لك كاركتر، تعالى بقى اوريك الكاركتر الحقيقي يعني. انا مستني ده من اولها لان باين دوش. يلا بقى المونتاج السريع اللي بيجيب لك اللقطات وهو ماسك الموبايل وعادي النصاب بقى فاهم بيتفرج على كيف تصنع مش عارف الفيديوهات اللي على اليوتيوب دي، وان هو بقى واسمها ايه اللي شغاله معاه في اتفاجئت برضه ان هي منهم. وجاب شرح لك كل حاجه ازاي عملها وبتاع وبطريقه جامده قوي. فلا كنت مستمتع قوي بالريفيل دي يعني. هو انا عارف انه في الاول في خدعه ما، بس طريقه الشرح كانت ممتعه قوي، كانت حلوه جدا ممتعه فشخ. ونشوف بقى شخصيه محمود البزاوي بقى النصاب دي كانت اللي هو بقى انت فاميليار شويه اللي هو بيبقى مبسوط بقى وبيهزر وتلاقيه عادي بقى مع الدكتور السنان ده اللي هو تعالى بس انا عايزك في حوار وبتاع. لا كانت جامده قوي يعني.
بقى كانت عاجبني اصلا الشخصيه بتاعته، ان هو بقى مش دجال بقى وهيطلع حي بقى هو هادي والستيريوتايب. كده هي وبيعمل. مش الستيريوتايب بتاع الدجالين او مم. المشعوذين في الافلام العربي عامه. فكانت كانت جامده برضه. بس اللقطة بقى اللي في الآخر اللي هو لما المسلسل قلب جد شوية، الحتة اللي هي الحادثه. الحادثة ومش عارف ايه، انا متخيلش ان هم هيروحوا في الاتجاه ده، بس كان حاجة كان لازم يبقى مختلفة. في سبب ان هو يفضل قاعد. يعني هي الحلقة الأخيرة كان فيها كليشيهات شوية مصرية، بس دي بس طبيعي في ان هو بقى بيقفل قفلة في حاجه حلوة. هم ما هربوا من الكليشيه بتاعها اللي هو اللاف انترست يعني. لا دي واحده منهم، بس في اه كليشيه تاني ما عملوهوش. طيب تمام. كمل انت كنت بتقول ايه؟ ماشي. حتة بقى اللي هو الحادثة ورجابوا الناس ومفيش دكتور وكده، وبعدين فجأة هو قام راح راجع حاطط تاني. بايده على الدخله بتاعته، عجبتني الدخلة الصراحه. بتاعته عجبتني، ولما مسك بقى الدنيا وقال لهم كذا ومش عارف ايه، وبدأ اللي هو بقى ياخد سيطر شخصية. شويه. كانت لقطة كويسة قوي. واللقطة اللي هو برضو حاول يعيش فيها اسمه ايه الشيخ مرزوق، مرزوق. وعاش في الاخر. كانت كليشيه شوية بس حلوة يعني. هو الكليشيه هنا متقبل، لان هو في الاخر ده مسلسل المفروض مسلسل كوميدي خفيف، مش اللي هو محتاجين توقع بقى بقى بلوت ودراما مش ايوه وحاجه. بالظبط. فلما شغل الدراما تبقى حاجه حتى لو متوقعه مش مشكله، لان انت بقيه المسلسل مش حاجه متوقعه. وعجبني ان هو بعد بقى اللي هو الناس قالت ده بيموت يا جماعه وبتاع، وهو اللي انقذه، قال لك الشيخ مرزوق الشيخ مرزوق ده مش عارف ايه. اصلا الحته الجامده قوي الكونفرونتيشن ايوه لما كان ده بقى هيقول له ده الكليشيه اللي بقول لك ما عملوهاش، ان هو بقى مثلا يقول له كلمتين العلم يعني. بقى وانت مش عارف ايه وكفايه نصب على الناس، اللي هو الحاجه الاخلاقيه بقى، او اللي هو مثلا تاني يقول له انا اسف لك او بتاع الحاجات الكليشيه ده. انت لسه هتسمع كلمتين راح زقينه كانت جامده قوي. ما توقعتهاش اللي هو طب سيم. انا عايز اسمع كان هيقول ايه، بس في نفس الوقت ضحكت قال لي حاجه مش بالظبط خالص. فهو يا جماعه اجمالا بجد المسلسل ده يعني انا بالنسبه لي هو فتح اوضه كده، لقى تيد لاسو على اليمين واللعب على الشمال، وراح جاي قاعد في وسطهم. لا بجد هو بقى في حته بالنسبه لي كومفورت زون كده، اللي هو انا ممكن في اي وقت انا متضايق او في مود مش حلو انا هتفرج على المسلسل ده. بس هو انت دخل معايا في الزون المسلسلات يعني هو رجعك لفكره ان انت تتفرج على مسلسل كوميدي مصري حلو وتبقى عايز تتفرج عليه كذا مره عادي. بالظبط. انا لو قعدت اتفرج عليه بشغله فاهم تك تك ما بزهقش عادي، هضحك برضه فاهم. فهي دي الميزه يعني. انت كنت فرحانين مثلا باللعبه وبتاع، ده بقى زي اللعبه كده بس ممثلين يعني مش زي شيكو طبعا وهشام ماجد. فالموضوع مختلف وبسيط، والناس بقى الخبره اللي محطوطه عامله طبع خبره في المسلسل وطبع متميز مضيفه للمسلسل يعني. فالصراحه الكوكتيل ده حلو ونفسي يعني يكرر كتير، مع اني عايز سيزون 2 بس مش عايزهم اللي هو خلاص ده اللي نجح فاحنا هنفضل ماسكين فيه. ايوه بالظبط. يعني انتوا ممكن تعملوا حاجات زي كده كتير يعني، ممكن كذا فكره تطلع. ركزوا مع الشباب، والله الشباب هي دي اللي شايفه الناس عايزه ايه دلوقتي وعندها افكار جديده ومش مهروسه. بالظبط. يعني انا ده اللي انا كنت عايز اتكلم فيه، ان انت دلوقتي عندك تجربه اكسبيرمنت ريسكي شويه نجح، وبالذات ان هو كمان حاجه بتتعرض على ستريمينج سيرفيس اللي هي واتشت، اللي هي يعتبر مش حاجه ناجحه لسه لحد دلوقتي بالنسبه لبقيه الستريمينج سيرفيسز، بس ابتدت تتطور. وده هيبقى ده ايوه من بدايه ريفو، ده هيبدا يديها تقل ان هي بتطلع حاجات اوريجينالز. يعني تبدا بقى الناس تركز ايه ده، طب ما واتشت عليها مش عارف ايه، طب ما واتشت عليها البط تخش في يعني غير طبعا ايه ما كانتش تيجي حاجه جنب شاهد مثلا. بس شاهد بقى لها فتره عماله تعمل حاجات جامده قوي. وش وظهر بقى والحاجات موضوع عائلي و207 لو هنخش في دراما ومنعطف خطر. منعطف خطر. فبقى لها فتره بتعمل مسلسلات حلوه قوي الصراحه. فواتشت كمان هتخش في الخط اخيرا، هنرجع نبقى مستنيين او متفائلين بالحاجات بالظبط. فدي خطوه الواحد مستمتع بيها وفرحان بيها واتمنى تكمل. انا اتمنى برضو ان بتوع الماسكين واتشت بقى يبداوا يركزوا مع حاجات زي دي، يعني خلاص النجاح ده يخليهم يقتنعوا احنا ممكن نجرب في كذا نعمل واي نوت مش عارف ايه. والحاجات المسلسلات اللي اقصر مش حاجه رمضان وهكذا وكل الكلام ده. خشوا بقى نفسي يخشوا في رمضان ده يسموه 15 و15 والله يطلعوا حاجات اكتر بكتير، مع فكره ان في شباب وكده وفرص كتير يعني. اتمنى في قدام يعملوا حاجه زي كده. بس تمام لو كملتوا احنا عندنا بره رمضان حاجات جميله اهو ابتدينا بالظبط. انت مش مستني سيزون 2 صح؟ لا مستني سيزون 2. انا برضو مستني سيزون 2 على فكره، بس انا مش عايز اتبهوأ منهم فعلا بالزبط. بس هم قفلوها بطريقه ان هو ممكن يبقى في سيزون 2. مستني سيزون 2 لان يعني القصه ممكن يبقى فيها سيزون 2 يعني. مش هقول لك القصه هيجوا عليها. ايوه بالظبط. لسه في عادي ممكن يعملوا منها حاجات ياخدوا اتجاه مختلف شويه. اللي هم سايبينه انا نفسي انا الباب ده عشان كنت هنساه. النحس فشخ كل ما يجي جنبه يحصل مصيبه. ترو.
فاخرته هتلاقي فاهم بوتاجاز مثلا ممكن نلاقي اللي هو مثلا الدكتور اللي قبل خالد التلفزيون بقى الصاوي. والحاجات اللي هي في حاجات بقى فاهم كنز مثلا. خالد الصاوي كان بيجمع حاجات جوه مثلا. مراتاته اللي هو متجوزها. في مصيبه جوه يعني. مم. لا انا كده كده عايز سيزون 2 بس لو ما روقان نزلش كده عموما سيزون 2 انا مش هتضايق. مش هتضايق، بس الصراحه يوحشوني يعني. انا True. متعلق بيهم قوي. اتمنى ان هم يعملوا حاجه تانية تعوضنا بيها لو مش هيعملوا سيزون 2. بس كده اعتقد خلاص. لا كده كلام كافي قوي، ويا رب تكون الحلقه عجبتكم. هي هتبقى طويلة هتبقى سنة طويلة، بس يعني كان يا لازم. جماعه اعذروا اول حاجه مصر نتكلم عليها ويستاهل قوي. بجد اللي ما شافوش خشوا شوفوه دلوقتي. 10 حلقات، الحلقه نص ساعه، توب 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 يعني. بالظبط كده. للركب. لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك، سبسكرايب، شير والجرس وتابعونا يا جماعه عشان نعمل حاجات اكتر. لو في حاجه نسينا نتكلم عليها في البالتو او في مسلسل عربي تاني شايفين هو حلو عايزين نتكلم عليه قولوا لنا في الكومنتس طبعا. استنونا في رمضان بقى ممكن نخش في حاجه عربي اكتر يعني. بس كده يلا نشوفكم الفيديو الجاي. سلام.